السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب. ودلوقتي بقى يا حلوين، الفيديو بتاعنا ولا روتين ولا طبخ ولا اي حاجة. النهاردة بس هنظبط مع بعض سهرتنا للعيد. النهاردة تاني يوم العيد، هي جاية متأخر شوية بس معلش بقى، كانت ظروفي ان انا مش عارفة اصور معاكم السهرة بتاعتنا قبل كده. تمام. دي كده كانت علبة الكحك من اتوال، زي ما شايفين كده بوريها لكم، علبة مشكلة فيها بيتي فور وبسكويت وكحك انواع كتير، وبيتي فور اشكال كتير برضو، والغريبة. وكانت بصراحة علبة جميلة جدا، والميكس بتاعها بصراحة لطيف، وكان فيها كوكيز وسابليه كمان. جبت بقى الصينية الجديدة دي اللي جايباها معاكم في المشتريات. تمام. حبيت ان انا استخدمها بصراحة للعيد، ورصت فيها الكحك وكده، فكانت شكلها لطيف جدا يعني. اول حاجة كده برص معاكم البيتي فور اللي هو بالشوكولاتة. تمام. وعليه كده خطوط وايت شوكليت بسيطة، كان طعمه حلو بصراحة. تمام. وده السكر لقيته كده بتاع الكحك تحت الكبات دي. وده كده يا بنات بيتي فور بالشوكولاتة بالمكسرات برضو. وده بسكويت برتقال. بصوا يا بنات، ما تستغربوش الكميات، انا بحط كميات بسيطة جدا، لان طبعا الانواع كتير، فانا لو حطيت كتير من كل حاجة يبقى اوفر قوي. وكمان عايزه اقولك اصلا احنا ما كلناش حاجات كتير، يعني احنا اخدنا حاجة مثلا او حاجتين بس، مش اكتر. والباقي كل الحاجات اللي هرصها معاكم في الاخر هترجع تاني في كل حاجة في مكانها، لان طبعا احنا فردين اتنين بس، فكل اللي اتحط ده ما اتاكلش اساسا. تمام. انا بس بوريكم احنا بنحتفل ازاي، والسهرة بتاعتنا بتبقى ازاي، واللي بيعوز حاجة بياكلها بس. هنا الكحك السادة يا بنات، حبيت ان انا الاول احطه في طبق كده وارشه بالسكر، وبعدين احطه في الصينية، عشان لو كنت رشيته بالسكر وهو جوه الصينية كانت هتتبهدل، والسكر كان هيبوظ الشكل بتاع الصينية خالص. فحبيت ان انا اعمل الخطوة دي خارجية كده زي ما انتوا شايفين. تمام. بصوا بقى، بطريقة نظيفة جدا ومفيش اي بهدلة. هحطه بقى جاهز كده بالسكر بتاعه، هيبقى شكله لطيف وحلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بصوا بقى شكله تحفة قوي، ولا بهدلت الصينية، وفي نفس الوقت رشيت السكر بطريقة كويسة ومتوزع بطريقة حلوة. فبجد الطريقة دي حلوة قوي. دي كده الغريبة، انا بقول لكم لا يعني مش هحطها عشان احنا مش بنحبها. وده كحك ملبن، وده كحك عجوة. تمام. ما حطيتش منهم بصراحة. وده يا بنات سابليه، كان بالشوكولاتة والمكسرات، بصراحة كان لطيف، بس هي كانت عجينته ناشفة شوية، هو بيكون انشف من البيتي فور بشوية، بس كان بالشوكولاتة كده والمكسرات زي ما بقول لكم. تمام. وده يا بنات كحك اسمه على العلبة كحك رش مكسرات. هقول لكم مكوناته. هو كحك محشي ملبن، والوش بتاعه كله كده عليه مكسرات. بصراحة كان طعمه حلو جدا جدا، بس القطعة دسمة، يعني لو كلت قطعة ما تقدرش تاكل التانية، فاهمين؟ تقيلة شوية. بس هو كان كطعما هو بصراحة طعمه حلو جدا جدا. وده يا بنات الكوكيز بالشوكولاتة برضو. تمام. بصوا بصراحة حاجة اتوال بتاعة العيد لا يعلى عليها، يعني بجد بجد الحاجة طعمها حلو جدا جدا. وده بيتي فور، اسمه بيتي فور لوكس. تمام. اللي هو ابيض يعني كده بالمكسرات، بصراحة برضو لطيف جدا. تمام. انا كده مش هحط حاجات تانية بصراحة، كده الحاجات كتير جدا. عايز اقول لكم احنا اكلنا قطعة وقطعتين من حاجات بس كده، والباقي كله رجع تاني. بس ده كده كان الشكل بتاعنا، يا رب يكون يعني رصيتها بطريقة كويسة. ودلوقتي بقى هكمل معاكم باقي السهرة بتاعتنا. تمام. اول حاجة كده جبت البولة الكبيرة والطبق اللي هو الفراشة ده اللي انتوا شايفينه، وهكمل بقى معاكم الحاجات. هنا حطيت اللب السوري، هي طبق كده فراشة فيه 3 خانات، فحطيت فيه اللب السوري واللب السوبر. تمام. ودلوقتي هحط معاكم السوداني.
احنا بنحتفل بالعيد يعني باللب بقى والكحك فاهمين، والحاجات دي احنا العيد عندنا بيبقى ليه طقوس كده معينة لازم الحمد لله كل سنة نعملها. فربنا يا رب يجعل ايامنا كلها عيد وسعادة وهنا، ويا رب نحقق كل حاجة بنتمناها في الدنيا يا رب بإذن الله. بس هنا كنت بزود الحاجات تمام. ودلوقتي بقى جبت البولة دي كده وهعمل فيها ميكس حلو قوي. انا مسميه ميكس مقرمشات لان هو كله يعني حاجات بتقرمش. بجيب كده الشيبسي شيتوس اللي هي انواع الجاجوار الويندوز، الحاجات اللي هي بتبقى مقرمشات وكده، يعني بوزو بمعنى اصح او شيبسي. تمام. وبحطها كده في بولة واحدة كله على بعضه، وتاكلي بقى شيبسي بوزو شيتوس كده، يعني بتبقى لطيفة جدا. وكمان احسن حاجة ان هي بتبقى كلها في طبق واحد. تمام. وبنعمل شير بقى فيها، فبجد هي حلوة قوي. فضيت الشيبسي وبعدين الشيتوس وبعدين ده جاجوار كده بطعم الطماطم بس، وبقلبه كده كويس جدا، وبيبقى كل حاجة ظاهرة على الوش كده زي ما انتوا شايفين. فبجد الميكس ده بيبقى حلو قوي قوي يعني. بس بقى ودلوقتي بقى هنا هغرف معاكم الترمس. طريقة الترمس يا بنات هسيبها لكم في اخر الفيديو. تمام. انا كنت مصورها معاكم بس بصراحة لقيت بعد ما منتجتها وكده لقيت الفيديو بتاعها يعني صغير قوي، فقلت ملهاش لازمه ان انا انزلها في فيديو تاني. لما ابقى اغرف معاكم الترمس في السهره بتاعه العيد هبقى اسيب لكم الطريقه بتاعته في اخر الفيديو، يعني بعد الفيديو ده ما يخلص ما تقفلوش الفيديو عشان سايبه لكم طريقه الترمس في الاخر. تمام كده، يعني كملوا الفيديو للاخر كمان بمعنى اصح. وما تنسوش يا بنات تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان ناس كتير من اللي بتتفرج عليا مش مفعله الجرس. وما تنسوش تكتبوا لي لايك تعملوا لي لايكات وتكتبوا لي كومنتات كتير. ودي كده يا بنات المقرمشات اللي هي بتتجاب من عند بتوع اللب او المقلة. تمام. حطيت كده برضو شوية صغيرين في البولة لان طبعا الطبق اللي ورا ده كبير جدا في المقرمشات في الشيبسي والحاجات، فحطيت منه يعني كمية بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. وهحاول بقى ان انا ارصهم كده بشكل لطيف، يعني حاولت ان انا ارص البولات كده ان هم يعملوا شكل قلب، بس مش عارفة يعني عرفت ولا لا، فانتوا قولولي في الكومنتات التلات بولات دول عملوا شكل قلب ولا لا. بس وكده بقى كنت بظبط معاكم الحاجة دي كده. كانت السهرة بتاعتنا اللب والسوداني واللب السوري وصينية الكحك كده المشكلة كلها. تمام. والشيبسي واللب والمقرمشات والسوداني والترمس. دي كده كانت السهرة بتاعتنا يا حلوين. قولوا لي بقى رأيكم، قولوا لي ان انا عرفت اديكم افكار ولا لا، قولوا لي كده رأيكم حلو الرصة بتاعتي حلوة ولا لا في الكومنتات. ودلوقتي بقى يا بنات هاخد معاكم الحاجات دي كلها وهطلع ارصها بره على ترابيزه الانتريه. دي يا بنات الاطباق اللي انا كنت موريها لكم برضو في المشتريات او الصواني الصغننه كده الكسترات الصغننه دي. اخدت 2 عشان يعني لما نحب ناكل ناخد بس الحاجه كده بطريقه شيك ونضيفه في الطبق الصغير ده وناكل، ما ناكلش يعني من الطبق الكبير وكده والصينيه الكبيره لا، فاللي عايز حاجه ياخدها في الطبق بتاعه وياكلها افضل. وهنا بقى رصيت الحاجه تمام زي ما انتوا شايفين كده. وكنت جايبه كوبايتين عشان كان في بيبس بس مش بيبسي يعني بيبسي نوع مصري. تمام. ودي كده كانت السهرة بتاعتنا، كانت ما شاء الله سهرة جميلة جدا. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، قولوا لي بعرف اعمل سهرات ولا لا. ودلوقتي بقى يا حلوين هندخل على طريقة الترمس. تمام. انا هعمله معاكم بطريقة سريعة جدا جدا ويا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم. اول حاجة بجيب الترمس وبنقيه كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. لو في واحدة لونها غامق او مخرومة او مكسورة او كده بشيلها خالص. تمام. بنقي الترمس كله كده بنفس الطريقة. بصوا انا في البدايه كنت مش بنقع، كنت بسلق على طول، بس بصراحه انا اول مره اعمل الطريقه دي وحرفيا هعتمدها بعد كده. الطريقه دي حلوه جدا جدا يا بنات، ان انا انقعه شويه في ميه مغليه وبعدين ابدا اسلقه. عايزه اقول لكم ما خدش وقت نهائي في السلق، وبجد كان سهل وكان طعمه حلو جدا. بصراحه اول مره يطلع معايا ترمس بالجمال ده. بس هنا يا بنات عملت الكميه كلها ورحت غسلت كويس جدا
تمام. وصفيت المية منه، هنا دلقت عليه مية بتغلي من الكتل. تمام. وهسيبه بالظبط ساعتين في المية دي. وهنا يا بنات رجعت بعد ساعتين، كان نفش جامد في المية، دلقت المية اللي فيه وغسلت كويس جدا مكان مية النقع، اهم حاجة يتغسل كويس جدا. وهنا جبت الحلة. تمام. وهفضي بقى الترمس كله كده زي ما انتوا شايفين. تمام. بفضي الكمية كلها كده، وهملاها مية من الحنفية خالص يا بنات، ولا سخنة ولا ساقعة، مية من الحنفية عادية. وبعدين هاخده بقى واطلع على البوتاجاز نسلقه مع بعض، وهوريكم المراحل بتاعة التسوية بتاعته كلها. دي مية من الحنفية، انا بس بصب بالكتل، لكن هي المية انا مليها من الحنفية دلوقتي قدامكم. تمام. وهاخدته بقى ونقلت على البوتاجاز كده، هولع عليه النار. هو بالظبط اخد معايا حوالي ساعة الا تلت، لان انا كنت نقعاه. تمام. فما خدش وقت معايا نهائي، كل شويه بفتح بقلبه واشوفه اذا كان محتاج ميه او لا، بس هو الحمد لله ما كانش محتاج ميه، الميه بتاعته كانت كفايه. كل شويه بفتح اقلبه لحد ما فيه كده في الاخر بعد نص ساعه دقته. اخدت واحده دقتها لقيته كان محتاج شويه، فسيبته 10 دقايق. ودلوقتي بقى يا بنات دلقت ميه اللي كان بيتسلق فيها، غسلته الاول ودلقت الميه ونقلت ومليت ميه نظيفه. تمام. وقعدت كل ساعتين بغير له الميه، كل ساعتين بغير له الميه، غيرت الميه حوالي 4 5 6 مرات كده. تمام. واخر مره خالص اخدته دلقت الميه اللي فيه وغسلت كويس جدا تحت الحنفيه ومليته ميه نظيفه من الحنفيه. وبعدين حطيت له معلقتين كبار ملح بس كده، وسبته في التلاجة. وتاني يوم بدأت اكل منه، كان حلو جدا جدا بصراحه. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وسهرة العيد بتاعتنا عجبتكم، وطريقة الاحتفال بتاعتنا عجبتكم. ما تنسوش تقولي لي رايكم في الكومنتات وتشجعوني وتقولي ان انا كده بعرف اعمل سهرات ولا لا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس تخليه على كلمة الكل عشان يوصلك كل حاجة بنزلها في اخر الفيديو. احب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين.